السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن الكبير العالمي اللي طلع لعب في ليفربول وتشيلسي وبرشلونة وريال مدريد والأماكن الكبيرة دي، يعني الكابتن الكبير أوي 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 أحمد دوزار طلع لنا بفيديو. ما ينفعش نتكلم قبل الفيديو، لازم نتكلم بعد الفيديو، فاحنا نسمع الفيديو بيقول ايه ونرجع نستعوض ربنا في الكورة. اسمعوا معايا. انت كاهلاوي ركز معايا، بص لي. انت كاهلاوي فرحان من ايه؟ انت المفروض تزعل على نفسك، تزعل على نفسك، لاني انت اثبت بعد بيان رابطه الانديه بان النادي الاهلي يخسر 3 نقاط واخر الموسم مش هيتخصم منه ال3 نقاط. انت كده ما نفذتش اللائحه اللي متفق عليها ما بين الانديه. فانت تزعل ان كل البطولات اللي انت واخدها، بطولات الدوري والكاس، هي بطولات مشبوهه بكل المقاييس، فيها مجاملات، فيها مصالح. ده انا شايفه بيان يضر النادي الاهلي، وبيثبت ان النادي الاهلي بيتجامل ومش ماشيه في عداله ما بين الجميع. هي للاسف لما كنت بقابل واحد زملكاوي يقول لي يا كابتن في ظلم تحكيمي وفي مؤامره، كنت انا بقول لهم لا، ما فيش مؤامره. كنت بقول لهم ان في ظلم تحكيمي عليا وعلى المنافس، واحنا عندنا مشاكل اداريه. لكن بعد البيان ده مجامله للنادي الاهلي، انا هقول له ايه؟ هقول له لا. طبعا هقول له لا، ده في مجاملات، وفي كل بطولات النادي الاهلي اللي خدها بطولات مشبوهه. البيان ده بيان بيوضح اداره الكوره في مصر كانها قاعده عرب، نحل من هنا شويه ونيجي على ده شويه. ايه الكلام ده؟ فين تنفيذ اللوائح؟ فين القوانين اللي تقول ان النادي الاهلي ما يتخصمش منه 6 نقاط؟ ايه المجاملات دي؟ كل بطولات النادي الاهلي بطولات مشبوهه للاسف بعد البيان ده. زي ما سمعنا كده، كابتن العالمي اللي تاريخه عامر بالبطولات والميداليات، واللي احترف في أماكن كبيرة جدا حول العالم في أندية كبيرة، كابتن أحمد دويدار، اللي هو ما شاء الله لعب في الزمالك ساعتين وربع، طلع بيقول لك المفروض أنت كأهلاوي تتكسف بعد قرار الرابطة، تتكسف عشان أنا كنت شاكك بس دلوقتي اتأكدت. انا كنت متأكد مع انه كنت شاكك إن كل بطولات الأهلي مشبوهة. ماما حلوة، ربنا يعوض علينا في دماغ الناس. انت دلوقتي اتأكدت ان بطولات الاهلي كلها مشبوهة، كلها مشبوهة. يعني مفيش حتى يعني بطولة واحدة يعني تطلع من تحت باطك كده كل اهلي واخدها بمجهوده. حتى يا اخي افتكرها لنا كده، واقعد جمع في دماغك كده وافتكر، يعني تكون بطولة كده ولا كده، يعني كاس ولا سوبر ولا بطولة افريقية، حاجة تكون فيهم مش مشبوهة يعني، عشان نعرف نطلع نتفخر بيها قدام الناس. مفيش. ها مفيش. هو انتوا عندكوا يعني يا اما تعمل عليها رباطيه وتتحالف مع بيراميدز والاتحاد والرابطه عشان خاطر تجيب مناخير الاهلي الارض، ولما الاهلي يحاول يجيب حقه تطلع تقول لي ده كده مفيش قانون ومفيش لوائح ومفيش تطبيق ومفيش. يعني كل ده، يعني هل انت على فكره انتوا تلاقوا حاطين دي قصاد الانسحاب بتاع الزمالك الموسم اللي فات، ودي غير دي خالص. بس الكلام ده لأولي الألباب، للناس اللي بتعين عصبيتها على جنب وتقعد تفكر. دي غير دي. السنة اللي فاتت انت جالك جواب بالمؤجلات بتاعتك، ووافقت ان انت تلعبها ولعبت منها ماتشين. وافقت، كلمة وافقت انتهى الأمر، خلص الكلام. انت وافقت تلعبهم ولعبت تقريبا ماتشين، متهيألي سيراميكا وفاركو وحاجة زي كده، يعني عبال ما اتذكرهم ان شاء الله. لعبت منهم ماتشين. بعد الماتشين لما حسيت ان انت هتعرج فيهم قلت لا مش لاعب الا لما الاهلي يلعب مؤجلاته. انت خلاص كنت وافقت يا حبيبي، فانت كده لازم كانت تطبق عليك اللائحه. انما النادي الاهلي ما وافقش، ما جالوش جوابات. النادي الاهلي كان مطالب بحكام اجانب، وقالوا له ايوه هنجيب لك حكام اجانب. وانا في الطريق اتفاجئ ان في حكم
مصري موجود في الملعب. يعني انت كده اخليت بشرط من الشروط اللي كانت حطها الرابطه نفسها كانت مخاطبه الاتحاد ان هو عايزين حكم اجنبي ولازم يتوفر حكم اجنبي. هتقول لي ما كانش في وقت. مشكلتك انت اصلا ما سمحتليش، ما اديتنيش المده القانونيه حتى اللي اطلب فيها حكام اجانب. انت المفروض بتقول قبلها ب 14 يوم. طب انت محدد لي الماتش قبلها ب5 ايام. دي مشكلتك انت اللي حددت، مش انا اللي حددت. دي بتاعتك، دي مشكلتك. قاصد بقى مش قاصد مشكلتك. قاصد تعرقلني وتهدي الدوري لحد تاني لبيراميدز، مشكلتك مش مشكلتي. انا حقي ان انت تديني المده القانونيه اللي اطلب فيها حكام اجانب. 5 ايام تحط لي الماتش بعدها قبلها ب5 ايام وتقول لي الفتره القانونيه قبلها ب14 يوم. دي الوقت ده انت اللي عملته مش انا اللي عملته. فدي مشكلتك مش مشكلتي، غلطتك مش غلطتي، فانت اللي تتحملها كرابطه واتحاد. بس هو ده الفرق. انما انت بقى هتطلع بقى تلغي كل العقلانيات على جنب وتقعد زيك زي بقيه زمايلك اللي كانوا في الزمالك اللي هم طالعين في الاعلام منطورين علينا، تقعدوا تبخوا الفكره دي في دماغ الناس وفي دماغ جمهوركم ان دي زي دي وانا اطبق عليها وده ما اطبقش عليه. لا، دي غير دي. فكروا كويس فيها، بعدين بطلعوا اتكلموا في الاعلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.